ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم فادي محروس محمود حسن من قناة لايم تيم اكس. ورجعنا لكم بفيديو جديد بنشكركم فيه على وصولنا ال100 مشترك. بنشكركم جدا من قلبنا، وان شاء الله نوصل لل1000 والمليون بتعاونكم معانا بفيديوهاتنا الحلوة اللي ان شاء الله تعجبكم. فيديو النهاردة فيديو اسألني. معانا الإعلامية إلهام حسن، هي اللي هتسألنا عشان انتوا لسه مش عايزين تسألونا. بص، انتوا تسألونا تحت في الكومنتات وهنعمل الفيديو الجاي لو وصلنا ل 200 ولا 300 هنعمل فيديو تاني. بس اهم حاجة دوسوا على زرار اللايك عشان نكمل في السلسلة دي. ماشي، يلا بينا هنبدأ الفيديو. ماشي، والميكروفون مع إلهام، اتفضلي. ايه اول سؤال عندك؟ اولا هنبدا نتعرف عليكم انتوا الاثنين. انت اسمك ايه بالكامل؟ انا اسمي فادي محروس سمير مرقص. ومحمود حسن عبد العال سيد. فادي عنده كام سنه؟ انا عندي 14 سنة وفي تالتة اعدادي. وانا عندي 11 سنة وفي 6. السؤال دلوقتي موجه لفادي. ايه اللي خلاك تبدا فيديوهات على اليوتيوب، والفكره جات لك ازاي؟ هو المهم الفكرة ما جاتليش ازاي، يعني انا عملت شوية فيديوهات يوتيوب بس لقيت ما لهاش دعم فقلت اوقف. بس محمود هو اللي جه وصحاني ان احنا نعمل فيديوهات تاني، فالحمد لله يعني هكمل لغاية ما اموت. ديني قلت او لغاية اما النت يقطع تاني. ماشي يلا. طيب، انا برضو يعني اهم حاجه لو يعني مثلا انتوا اكيد في يوم مش هتقدروا تتخلوا عن قناتكم، حتى لو حد كبير جه يراهنكم بحاجه مثلا، انتوا ممكن في يوم من الايام تقفلوا قناتكم؟ هو الصراحة يعني لو حد عرض عليا مليون جنيه مش هقبل ولا بالدولار، عشان اصلا انا لازم ابداها من الصفر، ما ينفعش ارزع على طول. ايه سؤالك تاني؟ معلش تاني. يعني حضرتك لو يعني ممكن انت في يوم من الايام تفكر تقفل قناتك وما تهتمش بموضوع اليوتيوب بالقناه، تهمل الحاجات دي كلها؟ هو انا ممكن افكر في كده بس في حالة واحدة، يعني لو انا عندي مشتركين كتير ومفيش دعم على القناة، او مفيش دعم على القناة وانا بنزل كتير، يعني مثلا 100 فيديو ولسه مشتركين قليلين، بس مش هقفلها برضو. طيب، انت اصلا الاول ايه اول فيديو عملته وانت كنت مقرر قبل ما تبدأ فيديوهات كنت هتبقى مع محمود ولا كنت عايز تبقى لوحدك؟ هو انا اول ما بدأت انا كنت عايزة ابقى مع محمود ومع عمر، بس للأسف يعني انا بحب ابقى لوحدي وفيديوهاتي احسن عشان ببقى مرتاح. بس برضو الشركة مش وحشة، ولا انت ايه رأيك يا محمود؟ حلوة ولا لا؟ قول حلوة ولا لا؟ حلوة الحمد لله. ماشي، السؤال اللي بعده. طيب، يعني في اي حد اكيد من صحابك يعني يوتيوبر ولا مفيش؟ هو انا عندي صحابي 2، واحد اسمه قناته 6 فاميلي والتاني اسمه ابانوب ميشيل. هحط لكم رابط قناتهم تحت في الديسكريبشن. هو محمد عنده 430 مشترك وابانوب عنده 50، وما شاء الله عليه، يعني فيديوهاته كويسة، يعني بيقدم مقالب وتحديات وعجباني الصراحة. طيب، هل اهلك او اهل محمود كانوا معترضين عن فكرة اللي انتوا تعملوا فيديوهات على اليوتيوب؟ بالعكس، هو كانوا بيدعموني، عن نفسي انا كانوا بيدعموني يعني بحاجات وبيقولوا لي وبيشجعوني. معرفش بقى محمود ايه رأيك انت؟ زي كان بيدعموك يعني؟ كويس. طيب، انت ليك اخوات؟ ايوه ليا اخت. ومحمود؟ ليا اخت واخ. واخت كمان. اخت كمان المصور بتاعنا. كنت بتفكر ان انت تطلع مثلا اخوات محمود او يعني او اختك في فيديو ممكن تطلعهم؟ ممكن اختي، بس ما اعرفش محمود. هشوف ممكن يطلعها ولا لا وبرأيهم، بس انا ما اعرف. يعني مثلا المصور هسأله، المصور عايز تبقى في فيديو من فيديوهاتنا؟ ايوه هو عايز يتصور معانا بس اما نكبر شوية، يعني عشان ما يتكسفش يعني قدام صحابه يعني. طيب، تحب تنصح يعني مين من الناس اللي هم لسه هيبدأوا يعملوا قناة او كده؟ تحب تنصحهم بايه؟ انصحهم يعني ان ما يتعبوش نفسهم بالدوشة دي، وانصحهم يعني ان هما لو يبتدوا قناة برضو في اليوتيوب، يعني في واحد يتعلم المونتاج قبل ما يبدأ ويشتروا له ميكروفون، يعني دي حاجة مهمة عشان الصوت يطلع
الصوت يطلع واضح، وكمان اضاءة عشان الناس تعرف تشوفنا كويس. وايه تاني، وكاميرا حلوة، يعني مثلا يعمل بكاميرا موبايل لو فول اتش دي او 4K، بس انصحه لو موبايله اتش دي ما يعملش خالص، الفيديو يطلع وحش. بس لو هو هيجيب كاميرا تانية هتكون حلوة. طيب ايه اصعب الحاجات اللي مرت عليك وانت كنت بتعمل فيديوهات؟ يعني ايه الحاجة اللي تبقى الصعبة بالنسبة لك؟ هو الصعب بالنسبة لي ان انا اهدي محمود، اهديه، يعني بصراحة بيعصبني في كل الفيديوهات. ماشي، بس انا بحاول يعني اتحكم في اعصابي. ولا انت ليك رأي تاني؟ لما تخلص الفيديو. ما تخلص الفيديو على اساس ان انت تعرف تعمل حاجة. ايوه. طيب ماشي. مين في ناس كانوا يعني بيحبطوك، كان بيقولوا لك لا ما ينفعش تكمل، ده انت مالكش في المجال ده وما اعرفش ايه، هل كان فيه؟ انا هقولك، هي اخت البشمهندسه كانت لسه من شويه عماله تقول لي ما اعرفش ايه وما اعرفش ايه، بس انا بطنش. وكمان اختي يعني ساعات كانت بتحطمني، بس انا برضو بكمل وبمنتج فيديوهات. وان شاء الله انا ما نزلتش فيديو امبارح، النهارده هنزل لكم فيديوهين. اخويا برضه كان بيعمل كده. نعم، اخويا برضه كان بيعمل كده. اخوه برضو كان بيعمل كده، بس احنا هنواجه الصعوبات عشانكو، عشان كل حاجه. طيب هل لما مثلا توصلوا ل100,000 كده ولا حاجة ممكن تبدأوا تعملوا حفلات تجمعوا فيها الفانز بتوعكم؟ ماشي، ممكن نقرر يعني لو في دخل كويس، يعني ممكن نقرر ونجمعهم مثلا في قاعة أو في أي حتة ونوزع عليهم جاتوه بقى، اللي هي التقاليد المصرية يعني. ماشي، وانت ايه رأيك يا محمود لو عملنا حفلة هنعمل فيها ايه؟ هنجيب خد راحتك. مغنيين دي. لا دي مش هنقدر عليه. هنجيب اسمه إيه؟ الالوان دي. ممكن نجيب ألوان يعني نعمل تحديات ما بينهم، دوري مثلا. هنجيب. لا مش عارف. مش عارف، هو ممكن يعني نعمل تحديات ما بينهم، وتحديات كويسة يعني، وننزله. هي الحفلة احنا ممكن نعملها، نجيب الوان قرار ودالك افراح ونحفل بقى عليهم، وتورتة 100,000 والمليون وكده. ماشي. طيب فادي، انت قبل ما تبدأ يوتيوب كان مين اليوتيوبر المفضل عندك اللي كان نفسك تبقى زيه؟ انا نفسي ابقى زي قناة عرب جيمز نتورك سيد مع جيش الاسياد، ده بحبه جدا، وبينزل 3 فيديوهات في اليوم، ما شاء الله عليه، يعني شاب مجتهد، واحب ان انا اكون زيه يعني. هل انت استني نشوف محمود. طيب ايه انت، ايه اليوتيوبر اللي عندك؟ انا عارف انت هتقول ايه، ويا رب ما تقول. هيجر توينز وشاور. والله كنت حاسس. ماشي، برضو حطوا لايك لعيون هيكل توينز وشاور. ماشي، السؤال اللي بعده. طيب هل بيبقى فيه ممكن تعمل مسابقات على الانستجرام ولا؟ هو ممكن اعمل جيف اويز، بس اما ابدا دخل يعني عشان اعرف اجيب لهم يعني هدايا قويه يعني، واستحقوهم دول الفانز بتوعي يعني. طيب هنسأل بقى شادي او محمود شوية. انت مكسوف ولا ايه؟ ايه يعني انتوا هنتكلم بقى، يعني احنا دلوقتي هنركن شوية حتة اليوتيوب وكده، وهنتكلم عن حياتكم الشخصية. بدأتوا تتعرفوا عن بعض او صداقتكم اتكونت من امتى؟ انت تجاوب عليه ولا انت؟ ما نجاوب عليه شويه. هو موجه لمين؟ لينا الاتنين. ماشي، احنا ابتدينا صحوبية من ساعة اما احنا اصلا سكننا في العمارة دي، يعني من واحنا صغيرين، وبنلعب مع بعض، ويعني بنبقى بنشوف كل حاجة مع بعض، وصحاب يعني نصالح بعض تاني، مع ان احنا كنا اطفال يعني. هوب، في سؤال تاني؟ طيب في ناس يا محمود انت عرفتهم وندمت اللي انت يعني كنت بتقول كده مع نفسك يا ريتني ما كنت عرفتهم؟ قول تاني. ايوه بدون ذكر اسماء، ما كنت لسه اقول كده. ماشي، انت قلت ايوه. طيب وفادي برضو في بس بدون ذكر اسماء، حد انت ندمت عليه؟ الصراحة كم عدد الناس اللي انت ندمت عليهم وكده يعني، كده هل كتار ولا؟ هو بصراحة ما اقدرش اقول، عشان ممكن يزعلوا لو هم يتفرجوا الفيديو ده. انا بس مش عايزة اسماء، انا عايزة برضه ما هو ممكن حد كويس يعني، عارف اصحابي كام واحد وممكن يعرف، فبلاش. طيب بيس خلاص خلاص كده. السؤال ماشي.
طيب انت عامة ايه بقى يعني في حوار مثلا انت ليك اصدقاء كتير محبين لقناتك، ولا في يعني اصدقاء كانوا بيقولك لا ما تعملش كده وهما كانوا يعني عندهم قنوات على اليوتيوب؟ لا هو محدش الصراحة يعمل لي ما اعرفش يعمل اي حاجة ليا يعني، والقنوات اصحابي يعني كويسين وانا بدعمهم وهم بيدعموني وبيجيبوا لي فانز وانا بجيب لهم فانز يعني، فهي كده ماشي. وطيب شادي يعني كان في اي حد من صحابه قال له كده يعني؟ وفي كذا واحد كان مشجعوني ان انا كنا سعيد اما بطلت، كنا واقفين ما بنعملش فيديوهات عشان النت، كان كذا واحد يقول لنا اعملوا فيديوهات. بجد ولا بهزر؟ والله. بالذات المستر بتاعه عارف ان عنده قناة على اليوتيوب. ماشي اللي بعده. فضحتوه يا جماعه يعني شادي بيتكسف اصلا. بصوا يا جماعه يا ريت ما تسالوش انا بقول له شادي ليه، هو ليه يعتبر ليه اسمين يعني عادي. طيب بقى نبدا نتكلم عن الحاجات الترفيهيه. فاضل سؤالين بس عشان وقت الفيديو، بعد كده هنودعكم للفيديو القادم. طيب اخر سؤالين ترفيهيين، ايه اكتر اكله انت بتحبها يا فادي؟ ما بلاش، انا اكتر اكله بحبها البيتزا، هي يعني مش صحيه بس طفي بالغرض يعني. كليب. ايه كليب. كريب. ومحمود يلا خلاص، ومحمود بيحب ايه؟ كريب. محمود بيحب الكريب، يعني اكلات سريعه يعني. احنا يعني الاكلات دي ما فيش حاجه مفيده يعني، عشان انت لسه طفل وانا يعني ببلغ يعني، فلازم نلاقي اكل صحي، ما ينفعش كده رز وبسله الحاجات دي بس، مع انها مش مفيده يعني، ان كلنا خضار وفاكهه كده. يلا في حديد. خلاص السؤال اللي بعده كفايه كده. ايوه سؤال تاني. طيب محمود، انت اصلا انتوا الاتنين يعني بلدكم ايه؟ انتوا منين يعني؟ احنا من مصر. قصدك يعني بلدنا؟ احنا الاتنين من جينا. عارفين الحوارات اللي هتيجي علينا، انتوا من جينا ولا من جيناك؟ انا عارف عن الحوار ده، احنا الاتنين من جينا. انت عندك حيوانات مربيها في البيت؟ تحب انت تجاوب؟ انا كان عندي كلاب. قول تاني. انا كان عندي كلاب وعصافير، لغايه دلوقتي في عصافير اهي. ما غير ما نورهم بس عشان الكاميرا ما تتحركش. انا عندي دلوقتي قطة عندها 11 سنة. 11 شهر ونص، وهتتجوز قريب يعني، وهعمل لكم فيديو الولادة قريب ان شاء الله، ممكن اطلعها فيديو من عندي ماشي كده. اكتبوا في الكومنتات لو عايزين نطلعها ماشي. وكده نكون هنا فيديو النهارده، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك وتضربوا اللايك ده كذا لايك. عايزين يا جماعة يلي بتحبوا فادي محمود الفيديو يوصل ل100,000 لايك. لا مش للدرجة دي يعني، ممكن طالما ما وصلنا لل100 لازم يعني نكتر عدد اللايكات شوية والفيوز. ماشي ممكن 20 لايك 10 لايك. هنبتديها كده تدريجيا. الأولا احنا عايزين الفيديو ده يوصل ل20,000 لايك. يا بنتي مفيش 1000، ازاي 1000 وهم 100 بس؟ 20 لايك. خليه يوصل يا جماعه 30 لايك. 20 لايك كويس ماشي. كان معاكم فادي محروس محمود حسن من قناه لايم تي ماكس. مع السلامة.